منتصر، مرحبا. كيف حالك؟ خير. كم سنك يا منتصر؟ 5 سنوات. 5 سنوات، ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش تقول للمشاهدين في بداية المقطع؟ وصل المقطع 100 إعجاب. ايش؟ مزح. وصل المقطع 1,000,000 مشاركة. طيب اليوم جهزنا لك 100 سؤال، جاهز انك تجاوب عليها؟ جاهز بإذن الله. وأول سؤال وأهم سؤال، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما كتابك؟ القرآن. كم عدد أجزاء القرآن؟ 30 جزءا. كم عدد سور القرآن؟ 114 سورة. كم عدد آيات القرآن؟ 6236 آية. كم عدد كلمات القرآن؟ 77,439 كلمة. كم عدد حروف القرآن؟ 323,671 حرف. أول سورة أنزلت؟ سورة العلق. أعظم آية؟ آية الكرسي. أطول آية؟ آية الدين. سورة نزلت كاملة؟ سورة الأنعام. ما هي ال7 مثاني؟ سورة الفاتحة. ما هي قلب القرآن؟ سورة ياسين. ما هي سنام القرآن؟ سورة البقرة. ما هي عروس القرآن؟ سورة الرحمن. ما هي السورة المنجية؟ سورة الملك. آخر سورة أنزلت؟ سورة النصر. ما شاء الله. طيب كم عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة؟ 5 صلوات مفروضة. أذكرها. صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. طيب كم عدد سنن الرواتب؟ 12 ركعة. صلاة الفجر كم ركعات؟ 2 مفروضة، وسنتها الراتبة 2 قبلية. ما المقصود بالقبلية؟ تصلى قبل الصلاة المفروضة. وصلاة الظهر؟ 4 ركعات مفروضة، وسنتها الراتبة 4 ركعات قبلية و2 بعدية. وصلاة العصر؟ 4 ركعات مفروضة وليس لها سنة راتبة. وصلاة المغرب؟ 3 ركعات مفروضة، وسنتها الراتبة 2 بعدية. صلاة العشاء؟ 4 ركعات مفروضة، وسنتها الراتبة 2 بعدية. أحسنت. طيب أي الأسماء أعلى منزله؟ أعلى الأسماء منزله ما سمى الله بها ذاته. تحفظها؟ علمنا منها 99 اسما وصفة، ومنها اسم الله الأعظم، علمه من علمه وجهله من جهل. ما شاء الله. طيب اذكرها لي. هو الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. أحسنت، بارك الله فيك. طيب قل لي يا منصر، من خير خلق الله؟ خير خلق الله طه أحمد أبا القاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر
ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، نسبة إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أحسنت. كم عدد أركان الإسلام؟ 5. أذكرها. روى الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أحسنت. شرب لك شاهي مدام. كم عدد أركان الإيمان؟ 6. أذكرها. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. أحسن. كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ 11 زوجة. أذكرهن. خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبو بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم جميعا. أحسنت. كم عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 28 غزوة، حدث في بعضها قتال وبعضها لم يحدث وأخرى صلح. طيب، ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغزوة هي التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال بنفسه، والسرية هي التي أمر بها ولم يخرج فيها. أحسنت. ماذا تعرف عن الخلافة الراشدة؟ هي امتداد لدولة الإسلام التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم. كم عدد الخلفاء الراشدين؟ 5. أذكرهم. أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. أحسنت. أين حدثت بيعة العقبة الأولى؟ في مكة المكرمة. وكم عدد الذين بايعوا فيها؟ 10 من الخزرج و2 من الأوس. وأين حدثت بيعة العقبة الثانية؟ في مكة المكرمة. ومتى حدثت؟ في السنة 13 من النبوة. وبماذا اشتهرت؟ ببيعة حرب الأحمر والأسود. وكم عدد الذين بايعوا فيها؟ 73 رجل ومرأتان. أذكر ما حدث في البيعة. لما اجتمع القوم لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العباس رضي الله عنه: يا معشر الخزرج، أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه، فمن الآن فهو والله خزي الدنيا والآخرة إن فعلتم. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتم إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا. قال: الجنة. قالوا: فابسط يدك نبايعك. فبسط يده فبايعه. أحسنت، بارك الله فيك. سعل سلهم سبع العشرية. حمحم. طيب، ما هو أصح كتاب بعد كتاب الله؟ كتاب صحيح البخاري. وماذا تعرف عن الخلافة الأموية؟ هي أول